ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ جاهز نبدا العظمه بتاعت النهارده؟ يلا بينا. فيلمنا النهارده بيبدا براوي حكايات بيحكي عن امريكا وعمال يمدح فيها ويقول ان لو الانتصار في الحرب شكله مستحيل تجيب حد جديد. وفي الوقت ده في 2009 في حرب افغانستان بيكون جيلين هو الحد الجديد اللي بيكون متخرج من جامعه ييل. بيكون راجل منضبط وعامل انجازات تانية كتير. بيتعين وقتها قائد القوات الامريكيه وقوات التحالف في افغانستان. بيفضل الراوي يحكي عن جيلين وعن إنجازاته وشخصيته وعاداته، وبما إنه هو جنرال فبيكون محتاج شوية دعم من القوات، فبيطلب واحد. بيكون في كمان جنرال تاني هو جريج، واللي بيكون متخرج من نفس الكلية ونفس السنة زي جيلين، وبيكون عنده مشكلة في التحكم في الغضب. أما أندي فبيكون هو اللي بيوفر دعم تكنولوجيا المعلومات، وبيت فبيكون من القوات البحرية. أندي بيكون محترف جدا في التسويق، ويالي بيكون هو مساعد جيلين. المجموعة دي بيكونوا بيحبوا جيلين والجنرال بتاعهم جدا، وهو كمان بيكون بيحبهم. بيروح بجنوده لمكتب الرئيس، وهناك بيطلب منه يركز على أفغانستان لأن الحرب مستمرة هناك بقالها 8 سنين. وقتها المديرين التنفيذيين المدنيين بيطلبوا من جيلين يخلص الحرب هناك وما يطلبش من الرئيس يبعت له قوات دعم زيادة. تاني يوم بيروح يقابل رئيس كرزاي، وبتكون السلطة التنفيذية وقتها قايله له ما يتوترش. هو بيكون فعلا مش متوتر. لما بيدخل مكتبه بيلاقي الرئيس اجتماعي جدا وشكله بريء. اللي بيقول وقتها ان توجيهات جيلين شبه التوجيهات القديمة، لكن بيكون حاسس ان في توجه جديد منه هو كجنرال. بيتمنى له الحظ السعيد. وفي الوقت ده جيلين بيقول له انه عايز يعمل معاه جولة في الدولة كمشروع مهمة واحدة. بس وقتها الرئيس بيشكره، بس بيقول له انه شاف البلد قبل كده خلاص. جيلين بعدها بيروح كندهار وبيقابل العقيد الملازم. وفي مقطع فيديو بنشوف ان لما دولة تحتل مكان بيكون فيه مدنيين مسلحين اسمهم المتمردين، اللي بيكونوا غالبا من المستحيل ان حد يهزمهم، وعشان كده بيحاولوا يقنعوا الدولة اللي هم محتلينها دلوقتي انهم احتلوها عشان يساعدوها. بيكون اسمها مكافحة المتمردين، واللي فيها بيقنعوا الناس انهم هيبقوا احسن معاهم مش مع المتمردين. وقتها بيحتاجوا بنية تحتية زي الطرق والمدارس والمنشآت اللي زيها، ويكونوا كمان لطاف مع الناس وقت ما بيكونوا بيقتلوا متمردين. بناء دولة بالقلب والعقل بيكون شيء مهم جدا، وده اللي هم كانوا فعلا بيعملوه. وفي القاعدة بتاعتهم مساعد جيلين بينصحوا انه يتخلى عن المقاطعات اللي كرهاهم زي هالمند. تاني يوم جيلين بيقولهم انه خلص التقييم وقرر ياخد فيلمند وكندهار، لكن كل الناس شايفة ان صعب المقاطعتين دول حد يكسب ثقتهم. بعدها بيبدأ يشرح لجنوده المهمة واللي فيها دورهم بيكون انهم يبنوا ويحموا الناس مش يرهبوهم ويخوفوهم، وبيقول لهم انها ممكن تكون حرب معقدة بس في الاخر لازم يكسبوها برضه. جيلين بيكون دلوقتي بيتكلم فيديو كول مع ديك، واحد من المديرين التنفيذيين المدنيين، وبيطلب منه جيلين قوات دعم زيادة عشان مهمته في هيلمند. بس ديك بيرفض طلبه وبيتعصب لانهم من الاول كانوا قايلين لجيلين ما يطلبش دعم تاني، ودلوقتي بيكونوا في مقابلة شخصية. والسكرتيرة وقتها بتقول له انهم ما ينفعش يبعتوا قوات زيادة فعلا لان ده هيتعارض مع وقت الانتخابات. ولما بيخرج بره بيقابل قوات البحرية واللي بيكونوا رايحين قاعدة ساسكواتش. بيكونوا لسه راجعين من ايطاليا، بس شكل الجنود وقتها بيكون تعبان جدا ومرهق جدا. بيقولهم انهم اكيد قضوا وقت حلو هناك، بس واحد منهم بيرد وبيحلف له انه كان وقت صعب والفوضى كانت في كل مكان. جيلين وقتها بيقرر يفضل مع الجنود بما انهم محتاجينه. وفي الاجتماع بتاعهم جيلين بيبدا يشرح لهم المهمه، بس واحد منهم بيكون باين عليه انه مش فاهم هم دورهم يكونوا كويسين فعلا ولا يمثلوا انهم كويسين. بيكون كمان مش عارف ازاي يتعرفوا على المتمردين ويقتلوهم ويمارسوا ضبط النفس لحد ما يتاكدوا منهم. وبيكون بيحاول يفهم اهدافهم بصعوبه، بس جيلين بيشرح له كل حاجه. بعد الانتخابات الافغانيه بينضم بادي لفريق جيلين، وبكده بيكون دلوقتي عنده جندي افغاني كمساعد للجنود اللي في قواته. بيروح يحضر معاه اجتماع، بس المره التانيه بيفشل في تنفيذ طلبات جيلين. ولما بيرجع للقاعده تاني المساعد بتاعه بيبلغه ان تقريره اتسرب لجريده واشنطن بوست، ولان دي اخبار بشعه جدا بيقرر يعمل مقابله في برنامج 60 دقيقه. بس وقتها مدير منظمه المحاسبه المهنيه بيرفض الفكره وبيقول له ان ده مش الوقت المناسب ليهم عشان يجذبوا انتباه وسائل الاعلام ليهم. بس المساعد بتاعه بيكون مقتنع بفكره جيلين لانه كان قايل لهم انهم محتاجين يجذبوا الانتباه ليهم. ودلوقتي بيكون بيعمل المقابله مع الصحافه. واحد من رجالته بيروح للمذيعه وبيقترح عليها تسال الجنرال بتاعهم عن عدد مرات مقابلته مع الرئيس من اول ما انتخبوه للمنصب ده. واول ما بيبداوا جيلين بيتكلم المذيعه وقتها بتساله عن عدد المرات اللي قابل فيها الرئيس، فبيرد عليها وبيقول لها مره واحده بس، وبكده بيخلي موقف الرئيس اصعب. ديك المسؤول التنفيذي بيتصل بجيلين وبيكون متعصب جدا لانه طلع على التلفزيون وبينتقد الرئيس،
ولما بيلاقيه بيفضل يزعق، جيلين بيعمل نفسه عنده مشكلة في الاتصال ويبدأ يمثل هو وفني الاي تي بتاعه وبيفصلوا المكالمة سوا وبيفضلوا يضحكوا. تاني يوم الرئيس بيكون طالع في بث على التلفزيون وبيتكلم عن المهمة واستراتيجياتهم وجهودهم في أفغانستان، وبيكمل كلامه بيقول إنه هيبعت 30,000 جندي لأفغانستان وإنهم هيرجعوا بيوتهم تاني بعد 18 شهر. وبيكون بيقول حاجات كتير قوي. وقت ما بيكون جيلين بيتمرن هو بيسمع اللي بيقوله بيحس إنه اتعصب جدا. وقتها هو ورجالته بيعبروا عن غضبهم من تصريحات الرئيس لأن كده كل جهودهم هتروح على الفاضي. جيلين ساعتها بيقول لرجالته إن كده شكلهم هيروحوا أوروبا، فبيأمرهم يحضروا حاجاتهم. ولما بيوصلوا الرئيس وقتها بيطلبوا في اجتماع، وعلى الرغم إن جدوله بيكون مليان لأن هو ورجالته بيكونوا بيفكروا في حل. واحد من رجالته بيقول إن مراته مستنياه في الأوضة التانية. وقتها بيروح يقابلها وبيعتذر لها إن الوقت ضيق ومش قادر يشوفها كتير. بعدها بيسلم عليها وبيقول لها إنه كان بيتمنى إنهم يخرجوا ويقضوا وقت لوحدهم سوا في باريس. مراته وقتها مهما حصل مش مهم وإنها موجودة هناك عشان تدعمه. بيتكلموا عن حاجات تانية زي ابنهم وعلاقته بصاحبته، وبيتكلموا كمان عن شغله مع الرئيس. ودلوقتي بيكون يوم الاجتماع مع الرئيس، بيتجمعوا وقتها وبيتكلموا عن جدولهم، وجيلين بيسيبهم عشان يروحوا يجهزوا. فجأة بات بيقعد قدامه وبيبدأ يتكلم عن حاجات كتير، وده اللي بيضايقه نوعا ما. بات بيقوله إنه مش هنا عشان يكسب لكن عشان يصلح الفوضى اللي عملها في الحرب. بعدها بيسيب الكرسي ويقوم وبيطبطب على ظهر جيلين وبيمشي. دلوقتي الرئيس بيوصل للمكان اللي هم فيه وبيقفوا في صفين عشان يرحبوا بيه. بيعتذر له عن وقته الضيق وبياخد صورة معاه. بيتعصب جدا من جواه وقت ما بيكون الرئيس وبات طالعين الطيارة. الراوي شون بيقابل جنرال جيلين على العشاء، واللي بيكون محرر جريدة رولينج ستونز واللي بيكون كتب كذا مقال عنه. بيسلموا على بعض وجيلين بيطلب منه يحطه في غلاف المجلة، بس وقتها بيقول له انه هيحطه هو او ليدي جاجا. جيلين بيرد عليه وبيقول له انه المفروض يحطهم هما الاتنين سوا في وضع مثير على الغلاف. ولما مراته بتقول له يبطل هزار بيقول لها انه بيتكلم بجد. وعلى ترابيزات العشاء الترتيب بيكون منظم بطريقة معينة. فوقتها الجندي الافغاني بادي بيشوف واحد قاعد مكانه بس لما بيقوله مش بيرضى يتحرك خالص. توم هاورد اللي سارق مكان بادي بيحاول يقنع الجنرال ان في ناس كتير مفروض يقابلها. بيفضل يتكلم كتير. وقتها جيلين بيكتشف ان بادي مفروض يقعد في كرسيه فعلا، فبيزعل لتوم بصوت عالي. ووقتها التاني بيعتذر له. بيروح له واحد وبيقول له انه مش عايز جيلين يبقى محرج وقت العشاء عشان هيبعتوا له قوات، لكن باريس وفرنسا هيكونوا صعبين. بعدها بادي بيروح يقعد في كرسيه. بيكون يومها عيد جواز جيلين ومراته، فبيروحوا يتعشوا سوا وبيتكلموا. بس على العشاء جيلين بيتضايق لانه بيزعل لما مراته بتقول له انها بتعد الايام اللي ما بيكونش هو موجود فيها معاها ومع عيلته. جيني وقتها بتقول له انها فخوره بيه وفخوره بنفسها كمان. ولما بتشوف جوزها هو مكتئب بتقول له ان كل حاجه هتكون تمام. وفي الوقت ده رجالته بيكونوا سهرانين في البار وبيتكلموا عن مهمتهم. ساعتها جيلين بيروح لهم هو ومراته وبيرحبوا بيهم. الجنود بيكونوا بيرقصوا وقت ما مساعد جيلين بيقولوا انهم مش مسموح لهم يسافروا بالطياره لبرلين تاني يوم بما ان رحله الطيران اتلغت بيركبوا الباص وبيفضلوا يشربوا تاني. ولما بيوصلوا هناك الجنرال بيكون في المؤتمر بتاعه وبيشرح فيه مسألة بخصوص مكافحة المتمردين، وبيقول لهم انه لما يقتل واحد العدد بيتضاعف. وقتها واحدة بترفع ايديها عشان تعلق على كلامه وبتقول لجيلين انه اتكلم عن منظمة القاعدة مرة واحدة بس، في حين دي اصلا المشكلة الأساسية، وكمان ان مفهومه عن التمرد بيتعارض مع الفكرة نفسها. وعشان كده بتقول له ان نتيجة انهم عمرهم ما هيكسبوا الحرب دي. جيلين وقتها بيختلف معاها وبيقول لها انه عايز الحرية والتقدم هم اللي يكسبوا. بتشكك وقتها في احساسه بذاته وبتكمل كلامه وبتقوله ان وظيفتها هي حماية الألمان. وفي طريقه للبيت بيكون متعصب شوية فبتحاول مراته انها تهديه. المساعد بتاعه بيقول ان وزير الألمان وافق انه يبعت له قوات دعم لكن مش هيخلي جنوده يطلعوا بره القاعدة. شون الراوي بيلاحظ ان الجنرال متضايق وبيصدق ان ممكن يكون مكتئب بسبب كل اللي كان بيخطط له ما جابش اي نتيجة تقريبا. جيلين بيروح عند تمثاله وبيقدم له سلام عسكري. القوات دلوقتي بيكونوا هناك وبيحضروا اجتماع. المتحدث الرسمي دلوقتي بيشرح لهم تقييماتهم زي انهم هياخدوا مقاطعة هالمند وبيقول لهم ان دي عملية مهمة جدا. وبمساعدة الخريطة القوات دلوقتي بيحاولوا يلاقوا طرق للأماكن اللي رايحينها وبيحطوا فرضياتهم. بس ساعتها فرانك بيفضل يشكك في نتائج خطتهم وبيقول انهم مش هياخدوا منها اي حاجة، وده اللي بيعصب جيلين جدا فبيأمرونه يتراجع عن المهمة. بيتصل وقتها بالرئيس الأفغاني بس بيكون واضح انه عيان، لكن مهمة جيلين بتكون طارئة جدا فبيقرر انه يروح له فورا. وفي اوضته الرئيس بيكون مريض جدا وبيتفرج على التلفزيون فبيعتذر له على مرضه. جيلين وقتها بيقول له انهم هينفذوا عملية مشترك النهارده بالليل ومحتاجين موافقته، فبيكون مرتبك جدا وبيقول له ان دي حاجة ما حصلتش قبل كده. ساعتها جيلين بيحاول يقنعه وبيقول له ان دي حاجة طارئة جدا فبيوافق على العملية وبيتمنى له النجاح فيها. بات بيتمنى له الحظ سعيد لعمليتهم. وقتها جيلين بيتضايق لانه عرف وبيشتمه. القادة دلوقتي بيكونوا بيتكلموا مع جنود وبينبهوهم على قد ايه المهمة دي صعبة، وبيقولوا لهم ان دي صفقة حقيقية وانها هتكون فيها عبوات ناسفة في كل مكان.
بعدها المتحدث الرسمي بيقول لهم ان الموضوع ممكن يبقى صعب جدا ويخسروه، بس هو عارفهم وعشان كده متأكد انهم هينجحوا، وبيقول لهم يحاربوا بكبرياء. وبعدها يبدأوا يقولوا الدعاء سوا. وبالليل بتوصل هليكوبتر وبتتحرك الجنود للمكان اللي رايحينه في الضلمة. جيلين بيكون قلقان جدا من العملية، فبيبدأ رجالته يطمنوه ويحفزوه بكل الطرق الممكنة. في الوقت ده بيوصلوا للمقاطعة، وبيكون وقتها الصبح طلع والشمس بتلفت النظر ليهم، وقتها بيتضرب عليهم رصاص فبيستخبوا ورا الجدار. بعدها بيتضرب رصاص تاني ناحيتهم، ساعتها كول بيضرب عليهم نار، لكن الرائد بتاعه بيحذره لانه ما ينفعش يقتلوا اللي معاهمش سلاح. وبيتحركوا جوه المقاطعة وسط الحيطان والبيوت اللي بتكون فاضية. بيقرروا يعملوا اجتماع سريع عشان يحددوا دور كل واحد منهم والمكان المحدد بتاعه. بيحدد وقتها الجنود اللي هيكونوا معاه، والباقي هيفضلوا في مكانهم. على السطح التاني بيكتشفوا تحركات، فبيجهزوا اسلحتهم. بيسألوا هم مسلحين ولا لا، بس بيقولوا انه ما يعرفش. ساعتها كول بيعلي صوته وبيحلف انهم مسلحين. واحد منهم بيضرب رصاص في عينه، فبيقرر كول انه يضرب كام طلقه. بيضربوا النار اكتر وبيصابوا بطريقه احترافيه، لكن وقتها واحد منهم بيتضرب تاني في وشه. كول بيتعصب جدا فبيقرر يطلع على بره ويروح على طول للمكان اللي فيه المسلحين. بيمشي بسرعه جدا وبيفتح الباب بهدوء. بيدخل وبيضرب المسلحين بالنار، بس وقتها بيشوف راجل مرعوب قاعد جنب ابنه الميت. كول ساعتها بيقعد على الكرسي وبيكون متاثر جدا. بيشوف القاده خساير في صفوف المدنيين، فبيروحوا للراجل. لحسن الحظ واحد منهم بيكون بيتكلم لغه الباتشو. بيكتشفوا ان الراجل ما يعرفش حد من المسلحين وبيطلبوا بيته. ما بيكونش عنده اي مكان ممكن يروحوا، فبيدوله فلوس. توصل طياره وبينزل منها جيلين اللي بيروح يعتذر للراجل، وبيقولوا انهم موجودين هنا عشان يبنوا تاني ويساعدوا الدوله. بيتجمع عدد كبير من المدنيين، فبيقرر جيلين يقنعهم بوجودهم وبيوعدهم انهم هيبنوا لهم مدارس وهيوفروا لهم فرص شغل. بيقولوا ان الطالبان مش هتساعدهم في اي حاجه، وانهم هم بس اللي هيساعدوهم. وبيمد لهم ايده وبيقول لهم ان دي ايد المساعده اللي دايما هتتمد لهم. وقتها بيتكلم راجل بلغه الباتشو وبيقول له انه شايف ان النوايا في مساعدتهم كويسه، لكنها هتسبب لهم فوضى اكبر، وبترجاهم انهم يمشوا. ساعتها جيلين بيقنعهم تاني انهم هيوفروا لهم الامان والمستقبل الافضل، لكنهم برضه بيطلبوا منهم انهم يمشوا دلوقتي. بيرجع جيلين يسرح تاني وهو في الطياره وبيتعصب جدا، وهو بيطلب من رجالته يقتلوا كل المتمردين. بيرجع اوضته عشان يهدى شويه ويقرا كتاب، بس المساعد بتاعه بيصحيه وبيقول له ان مقاله الرولينج ستونز نزلت بتقول ومكتوب فيها انهم كل اللي كانوا بيعملوه في اوروبا انهم كانوا بيسكروا بس، ودي كانت حقيقه. دلوقتي بيكونوا كلهم متوترين لان كل حاجه بدات تبقى ضدهم. الجنود بيبداوا يتناقشوا بصوت عالي وبيشتموا بعض وبيكونوا قربوا يضربوا بعض فعلا، بس وقتها جيلين بيسكتهم بهدوء. بعدها ديك بيكلمه وبيقول له ان الرئيس عايز يقابله. تاني يوم بيجي كل جنوده وبعدها بيمشي. وقتها رجالته بيبصوا عليه بكل احترام وحب وهو ماشي، واللي بيأكد له بعدها ان الجنرال مش محتاجه تاني، فبيحييه وبيمشي. الراوي بيحكي ان جيلين اخيرا بيكلم الرئيس فيديو كول، وقتها بيفصلوا في نص المكالمه. مهمته بتنتهي بطريقه ممكن لاي حد انه يتوقعها. بيخلص الفيلم والراوي بيعلن ان الجنرال الجديد بوب هو اللي هياخد مكان جيلين. وخلص فيلمنا النهارده، واشوفكم في العظمه اللي جايه. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في الفيلم. سلام يا صاحبي.